عسلامة عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. إن شاء الله يكون عامكم مبارك سعيد فيه النجاح، فيه التفوق، فيه الرزق الوفير، فيه نهاية للأحزان والآلام للجميع. اليوم حبيت نطل عليكم طلة خفيفة. حبيت نقترح عليكم وصفة من الوصفات كما العادة اللي هي مخدومة سكر التمر كبديل للسكر الأبيض. خدمت دي كب كيك وحضرتهم في باكيت صغيرونات كيما كيكة باش يهزوهم صغيرات للمجة. هكا نخدم شوية على النفسية متاعهم. استعملت للرسالة متاعنا البرتقال بما أنه موسم البرتقال. قبل هذا الكل نصلي على الرسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أنتم في عالم دقلة النور، ومن نرجي معتوك تجيكم الوصفة متاعنا. كما قلت لكم حبيت نستغل موسم البرتقال وخذيت 3 كعبات برتقال. الوزن متاعهم مع بعضهم جاوني 300 جرام. دونك الوزن هذاك هو اللي باش نخدم بيه. خذيت معاه 6 بيضات، و6 بيضات ايضا الوزن متاعهم كان 330 جرام وقت اللي هما بقشورهم. خذيت ايضا الفرينة، استعملت 100 جرام، والسكر الدقلة خذيت 330 جرام سكر دقلة. وبالنسبة للمارغرين او الزبدة الحاجة اللي عندكم استعملت 100 جرام. اذا هذه هي المكونات اللي باش نخدموا بها الكب كيك متاعنا. ابقوا معنا للاخر وشوفوا معنا كل المراحل. اذا اول حاجة بدينا بها هي انه كسرنا البيضات بطبيعة الحال. كسرناهم حطيناهم في البول بطبيعة الحال. وديما يعني نثبت في الميزان ونثبت معناتها في المقادير وما إلى ذلك. باش نعطيكم وصفة مضبوطة، وأيضا باش معناتها باش نخدم خدمة صحيحة. دونك العظمات هما بقشورهم يوزنوا 330 جرام، يعني تقريبا البيضة في دوير 60 جرام بقشرتها، ومن غير قشرة تكون في دوير 50 جرام البيضة. إذا 250 جرام تقريبا كانت الوزن متاعهم 250-260 على ما أذكر. دونك بعد خذيت البرتقال هو غسلتهم بطبيعة الحال قبل، ثم بديت استعملت المبشرة العادية اليدوية وخرجت الزيست متاعها معناتها. بديت نربي فيهم هكا شوية لين خرجت القشور البرتقاليين. الدور متاعهم هو دور التنكيه وتعزيز نكهة البرتقال. يعني في الوصفة متاعنا مش نستعملوا لا فانيليا ولا عطرش ولا حتى شيء، فقط المنكه متاعنا باش يكون البرتقال. وللملاحظة البرتقال متاعنا أيضا إنتاج محلي. حبيت نعرج في الأثناء في الحديث متاعنا على شنو معناتها منتوج محلي، وشنو معناتها منتوج أيضا بيولوجي، وشنو معناتها حاجة صحية. كما تعرفوا كما هو متعارف ياسر ولا فما إفراط في استعمال المبيدات الكيميائية والأسمدة الكيميائية أيضا في الخضر، في إنتاج الخضر والغلال والزيت وما إلى ذلك. ولينا غايب علينا المنتوج البيولوجي. ومنتوج بيولوجي معناتها هو خالي من هذه الترسبات ومن خالي من استعمالات الكيميائية، لأنه بصراحة معناتها ياسر ولا فما تلوث كيميائي حاصل للغلال والخضر اللي موجودة في السوق وفي الأسواق بصفة عامة. ولا صعيب ياسر انك تلقى منتوج بيولوجي. شيء من معناتها من نمط العيش اللي احنا نعيشوا فيه، وشيء ايضا لنقص الوعي بأهمية الانتاج كونه يكون انتاج بيولوجي. بالنسبة لي اني الدقلة اللي نخدم بها هي دقلة سيرتيفي بيولوجيك. معناتها مطابقة معناتها للمواصفات. والأهمية البيولوجي راهو يرجع على صحتنا بالفايدة، على خاطر
استعمالنا للمبيدات راهو يأثر سلبا على صحتنا وصحة المحيط المحيط متاعنا يعني. إذا بعد ما كملت عملت زيست دو سيترونس كي اللي تشوفوا فيه الزيست متاع البرتقال، عصرت البرتقال باش نتحصل على العصير متاعو. كنت نجم نعمل عصارة لكن إني بصراحة معناتها الدنيا ليل ومتأخر الوقت وكل حبيت نزرب روحي شوية، دونك عصرتها مباشرة كيما كيكة. بعد ما عصرت يعني العصير حطيت أضفت سكر التمر و بديت نركض فيهم لين تحصلت على قوام طلع بالباهي معايا. في الأثناء كنت ذوبت المارغرين الزبدة أيضا أضفتها لهم وخليتهم يتركضوا. علاش أني نستعمل في سكر التمر كمنتوج بديل للسكر الأبيض؟ كما معروف السكر الأبيض أو السكر المكرر أو ما يسمى بالسكر رافيني هو فيه ياسر مضار على صحة الإنسان، ومع الأسف معناها السكر الأبيض يعتبر من الأشياء اللي أدمن عليها الإنسان المعاصر. وشنو معناتها إدمان؟ معناتها إنه ناكلوا حاجة حلوة هذيك تحسها حاجة احتياج يعني تحس روحك كي ماكليتش الحاجة الحلوة معناتها تحس نفسك مدمن عليها، معناتها تحس روحك ناقصك حاجة. دونك هو دخل في حياتنا السكر الأبيض ودخل ياسر بقوة. وجوده أو عدم وجوده في السوق يمثل inconvénient يعني يمثل نقطة سلبية كما نقولوا احنا ديجا تو تشوفوا يعني قداش فما تهافت عليه في الأسواق وقداش هو ماهوش موجود. بعد ما أضفت سكر التمر تويك عندي الزبدة هكا طريتها شوية في الفور وهو سخون. زدتها عليه وقعدت نركض فيها لين تحصلت على قوام معناتها كريمو. وقتها نزيدها 100 غرام فرينة و15 غرام خميرة كيميائية ونعاود نركضها لنتحصل على القوام المعتاد متاع الكب كيك كما تشوفوا فيه. فرغتها في اللي كب كيك، تنجموا تعملوها كيك عادية ولا تنجموا تحطوها كما تحبوا معنا في القالب اللي انتم تحبوه ولا تخيروه. كما تشوفوا معناتها الكمية ذيك عطتني تقريبا 18 قطعة 18 أو 19 قطعة على ما أذكر. يعني وصفة مانيش مش نقول اقتصادية 100% على خاطر يعني السكر التمر يمكن هو اللي أصعب شوية بالنسبة للمستهلك في إيجاده لخاطره ممكن مكلف نوعا ما، لكنه اقتصادي بالمفهوم الثاني لخاطر الوصفة هذه مشبعة. يعني كعبة الكب كيك سواء ناخذها في فطور الصباح راهي مشبعة وغنية جدا، أو خذيتها كلمجة أو حاجة كيما هكا أيضا في الحالات الكل يعني اقتصادية بطريقة أخرى. كما تشوفوا هذه كانت النتيجة، تحصلنا على كعبة كب كيك شهيين جدا، نكهة البرتقال فيهم بنينة برشا ومعناتها معززة جدا. بصراحة أنا مقتنعة بها كفكرة وشافوا بها صغيرات وفرحوا بها. هزوها في اللمجة متاعهم، والأكثر من كيك والأحسن من كيك إنهم تقسموها مع أصحابهم على خاطر معناتها فرحوا بها برشا، خاصة كما باش تشوفوا أو شفتوا في أول الفيديو يعني عملت لهم في باكيات صغيرات باش نشهيهم شوية. الصغار فرحوا بها معناتها نفسيا، يعني الصغار حسوها كأنها حاجة معناتها جديدة وخاصة كي تخرجي لهم في حلة مزيانة وتخرجي لهم في معناتها باكي مغري، حسوا برغبة كبيرة بأنهم يأكلوا حاجة كيما هكا. القوام متاعها لذيذ معناتها طري هكا وبنين، والمذاق متاعها رائع، ونكهة البرتقال فيها باينة برشا.
أني من فوق زينتها باللي فيلي دامونت، لكن نتوما تنجمو تزينوها بالحاجات اللي تحبوها، مثلا تعملوا أي فاكهة ولا تحبوا شوكولا ولا الحاجة اللي نتوما تحبذوها. أنا حبيت كيكة باللي فيلي دامونت. دونك كيما تشوفوا ب3 كعبات برتقال و300 غرام سكر تمر تحصلت على 18 قطعة كب كيك لذيذين بنينين برشا. إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، وبسلامة.